السلام عليكم، شلونكم حبايبي؟ ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. مبارك الشهر عليكم، ربي يعوده عليكم صحة وعافية وعلينا ان شاء الله بالخير والسلامة. طبعا هذا شهر رجب الأصب، وأكيد الكل مستعدة، اللي يصوم ثوابات، اللي يصوم طلب. فيعني كالعادة احنا إن شاء الله أغلب البيوت العراقية أو العالم يعني الإسلامي كله يصوم، خصوصا أول رجب، نص رجب، آخر رجب. أو احنا نصومه يمكن ناس تصوم 3 أشهر، 3 أشهر كاملة نصومها. ألف عافية عليهم. بما احنا اليوم صيام، سويت فطور، وطبعا شوية الفطور على شكل رمضان يعني. سويت القيمات، وسويت تشريب الدجاج. طبعا هاي تشريب الدجاج بالزنجبيل، صدقوني الطريقة مالتها تجنن يعني. أسوي هيك مثلا لا مرات حمراء ومرات صفراء. اليوم سويتها تشريب أصفر بطعم الزنجبيل. وهسه أقولكم شنو خليت من مكونات وانطتها طعم رهيب ويجنن. هسه هنا الدجاجة تقريبا وزنها كيلوين إلى ربع. أكيد أغسلها زين وأجي أقصصها الأحجام اللي أريدها. هسه شوفوا هذا مثل شي يصير هذا الأحمر، شلون الدم الجامد، هذا ضروري نشيله من الدجاج، لأنه هنا الزفرة اللي تصير بالدجاج بهذا مثل الدم الجامد. من بعد ما انظفها واغسلها زين، هسه هنا راح اخلي شغله مهمه وضروريه عندي، انه اخليها بالدجاج رشه ملح. يعني مو رشه ملح، لا، كميه زينه من الملح. املحها واعوفها فد 10 دقائق ربع ساعه بين ما احضر بقيه شغلاتي. تجون تشوفون مال الدجاج شنو نازل من عنده، صدقوني اللون الاحمر، الدم، الزفره، كلها نازله من عندها. وطبعا اكو طرق تدرون بعد الشوي احنا ننقع بخل. اكو طرق للسلق العادي او المطبق، هم طريقة ثانية. يعني الدجاج هواي شغلات نتفنن بيه. هسه هنا للتشريب راح اخلي بصل وبتيتة وثوم، نومي بصرة، لبلبي، نوم بصرة قلت، لبلبي. اللبلبي دائما انقع واجمد، يعني اجمد بالمجمدة، وقت الحاجة اطلعه. طبعا اللبلبي هواي يعني شغلات نستفاد منه، فلافل للتشريبة. يعني اسوي مثلا حمص بطحينة على السريع، هم اجي بسرعة اسلقه. هسه اجي اسوي التشريبة. اول ما اخلي زيت، هذا الزيت راح اقلي بيه الدجاج. طبعا اكو طرق هواي وكل ما وطريقته. اكو ناس ما تقلي الدجاج، تجي وتحمس ببقية الشغلات وتخلي. انا لا، احب اقلي قطع الدجاج القاها حمراء يعني. احب هاي الشغلة ولازم اسويها بالتشريب. هسه راح اغطيها على مود، طبعا الدهن حامي يعني، ورشيت شوية بهارات وشوية معجون مسحت الدجاج على مود شنو بسرعة تاخذ لون عندي. واهم شي الزيت حامي، من اجي اخلي قطع الدجاج رأسا تكش وتاخذ لون، يعني شلون نسميها الصدمة، على مود لا يلزق بالجذر وتروح البركة مالته. هسه من بعد ما اقلي، هسه اجي اخلي الاشياء اللي تتحمل طبخ ويا الدجاج، بس اللي مثل البوتيتا ما اخليها بالاخير. هسه انا خليت البصل، طبعا البصل طقيته بالنص، يعني شلون هيك حرف الزائد، شلون العفو الزائد، على مود يدخل بيه، لانه اكو بصل قوي يريد له طبخ. هسه الزنجبيل اللي قلت لكم عليه، طبعا الزنجبيل هو يعني موجود بالسوق، هذا اللي سعره اتصور 4000، يعني اذا تجيبي لك مثلا ربع كيلو او نص كيلو يعني خير من الله، لانه استخدامه قليل وفد قطعه صغيره. هسه شفتوا انا خليت هيك 3 4 اقراص، برشته وضميته بالمجمده، وقت اللي احتاجه اطلع. وخصوصا هو يعني اهم شيء ويا الدجاج يجي يجنن، وطعمه يخبل بالدجاج، ان كان شوي ان كان هيك تشريبه. وخليت بهارات وكاري وشويه فلفل اسود، واظل اقلب بيه الى ان وهنا خليت كركم، لانه اريدها صفرة فخليت كركم. وهسه طلعت ريحة الزنجبيل، ما اقولكم شنو طعمها وريحتها تجنن صارت. هسه اخليها شلون تتعرق، يعني اظل اخليها اغطيها بالبهارات واللومي وهاي السوالف كلها. وهنا خليت عندي اللبلبي الجامد، هم خليته وياه. شوفوا هنا البوتيتا اللي عفوا الدجاج شلون صار لونه احمر، ويا البهارات صار لونه ذهبي. هسه انا صبيت عليه ماي حار وراح اعوفه الى ان يستوي. طبعا اليوم مالتي مشكل، ما ادري، اليوم سويته جو رمضان، يعني اول يوم رجب حبيت انه اشتغل تقريبا شغل رمضان. هسه اعوفه الى ان يستوي. هنا ما حطيت ملح، تقريبا نص الستاو مالته، واخلي الملح واخلي البوتيتا.
وعجنت وسويت الجيمات. يعني قلت لكم اليوم راح أعيشكم إن شاء الله جو رمضاني. وهنا خليت هسه البوتيتة وهاي طماطيات شوي صلبة على مود للشكل والمنظر، وهي ما راح يعني يجوز يتبططن أو لا، بس راح ينطن شكل حلو. هسه راح أعوفه إلى أن يستوي وأروح أعجن وأخبز وياكم. واليوم طبعا حبيت يعني تشاركوني بهذا اليوم، ولا تنسوني حبايبي أكيد لايك وتعليق حلو من تعليقاتكم اللي متعودة عليها دائما. وهنا تقريبا استوت عندي، راح أطفي النار وأتحول للعجن والخبز مالتي. وهاي هنا العجين مالتي اختمر، راح هسه أجي أروي أو أشنقه. وطبعا العجين مالتي لين، أسويه لين دائما، لأنه القوي لا ما ينخبز، مو مريح بالخبز، بس اللين لا، الخبزة مالته تصير ما شاء الله عبالك كاهي. كتبوا لي بالتعليقات شلون الطحين مال الكمية مالتكم والحصة اللي وزعوها. طبعا اكو مناطق يعني طحينهم بالضيم، لا اكو مناطق كلش حلو. هسه احنا هنا عندنا كلش حلو نطو الطحين ما شاء الله هيجي على قولة امي السمي تقول بيسلح يعني هاي الكلمة بيسلح معناها العجين طحين يعني ينخبز ويتلوح، الخبزة تتلوح تصير ايش قد ما توسعين بيها تتوسع وتعرض. ما شاء الله صدقوني الخبز مالته مريح، يعني لأنه الطحين إذا صار حلو أكيد الخبز مالته مريح. لو هسه حتى لو ما تعرف تخبز هي بسرعة تجي بإيدها. والعصر اليوم يعني تقريبا الساعة 4، وهذا شوف الخبز خلصت هنا. طبعا ما شاركتكم ويا الخبز لأنه شوي الكاميرا متعبة بالتصوير مالت الخبز. اليوم الساعة 4 وجيت ببالي أسوي الجيمات، وقلت خليني أسوي الجيمات، وإن شاء الله هسه هاي العجينة مالتها وأخلي لكم رابط طريقة الجيمات اللي طريقتي دائما أشتغلها، راح أخليها بأول تعليق لكم. اللي حاب يشتغل هاي الجيمات يسوي نفس الطريقة أو يدخل عليها ويلقى المقادير بالضبط. هسه هنا عندي هاي شلون الجك يعني أخلي بيه عجينة الليجامات، أريح بالقلي إنه لا ليش بإيدي وشوي شوي يصير الشغل بهذلة، لا بس هاي حسيتها يعني كلش حلوة والأحجام مستوية. هي أتصور سعرها ب3000، بعد ما أدري حسب المناطق، مرات تلقين الأشياء أغلى ومرات تلقينها أرخص، بس أنا أشوفها حيل مريحة وعملية بالشغل. هسه شوفوا هنا نص استاو، يعني اللقيمات سويتها نص استاو، واكيد الشيرة مكملتها ومخليتها تصير يعني على ما تبرد. اقلي اللقيمات نص استاو، يعني شلون تصير الشقرة، واطلعها اخليها تبرد، انطيها بس نص ساعة وبعدين احمي الزيت. وهم اجي اقليها صدقون تصير مقرمشة واللقيماية مكسبة، وابد ما تعجن ابد. يعني طريقة انا اعتبرها من انجح الطرق، ومواتها مو مكلفة يعني أبد، ما بيها فد شي تخلين يا أما حليب يا أما تخلين روبة. شنو اللي مثلا تحبين تخلين يعني واحدة بديل عن الثانية. ومثلا هيل دارسين شوية خاشوقة شكر شوية زيت وتعجنين العجينة. شوف هسه هنا القلي نص قلي قليته، وهنا هسه راح أقلي من بعد ما بردت، راح أقلي القلية الثانية. هسه هنا القرمشة تصير مضبوطة باللقيمات، وهي بسرعة تستوي، خاصة هاي القلية الثانية. شوفوا شلون صارت. هسه هنا راح أخليها رأسا بالشيرة. اللي ما يحب الشيرة ينتظرها شوي ويرشها رش، اللي لا يحب الشيرة إنها تصير كلها يعني تلمع وحلاوتها قوية يخليها بالشيرة. هسه أنا شوف هي حارة خليتها بالشيرة، مجرد ما أخليها بالشيرة رأسا أطلعها، يعني لا تخلونها تطول، إذا طولت راح تسحب شيرة وتصير يعني ما تنوكل، لأنه تصير حالاتها قوية وساحبة شيرة، فما يعني أنا ما أحب هيك شي. رأسا أخليها أشيلها. ومرات لا يعني شوي ما يحبون حالاتها قوية، انتظرها شوي وأرشها رش بالشيرة. وهنا كملت عندي هاي الشيرة
والفطور مالتي كمل. وهسه اجي للشكل النهائي للفطور. وعلى عيونكم الف عافية. شوف ما شاء الله صدقوني شكلها يخبل، ومن داخل شوفوا شلون خاوية، ويعني اكو تكسب بيها فرد طريقة صراحة اعتمدها ودائما اسويها. وهنا كملت الفطور. هاي التشريبة مالتنا، تشريب الدجاج بالزنجبيل. وحبايبي مع ألف سلامة، وانتظروني بفيديوهات جديدة، ولا تنسون لايك واشتراك وتفعيل الجرس، ومع ألف سلامة.